يا مساء الورد او صباح الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. وحشتوني جدا 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 جدا. اتعودت ان انا اكون معاكم كل يوم، بس معلش اليومين اللي فاتوا بقى كنت مشغولة كده شوية. هنا انا كنت عند صاحبتي والولاد عايزين حاجة حلوة. ايه اسرع حاجة حلوة؟ قلنا نعمل جلاش، وعملنا دونتس على فكرة، بس نسيت اصور. طبعا زي ما انتم شايفين كده التصوير مانيوال. هي واقفة يعني طول التصوير عاملة ايديها كده. الظل اللي انتم شايفينه على الجلاش ده الموبايل وايديها. تمام. انا هنا جبت لفه جلاش. سبتها لغايه اما تطرى خالص، ما فتحتهاش طبعا غير لما فكت خالص. وقسمتها بالنص وحطيتهم على بعض زي ما انتوا شفتوا كده في اول فيديو. جبت بقى سمن لوحده وسيحته، سمن على زيت، زيت لوحده. والمهم تسيحوه وتجيبوا بقى شاليمو، تجيبوا اي حاجه عندكم مدوره، ايد، معلقه خشب، اي حاجه مدوره كده، وتحطوها على كل ورقة وتلفوها، وفي الآخر خالص تكشكشوها. وبعد كده تروحوا كده يعني تكشكشوها، وبعد كده بقى ايه تضغطوا عليها وتشيلوها و... وتعملوها كده. عارفين الحدوي؟ حدوة الحصان، هي دي الحدوي. بس دي بتبقى أحلى وأسرع وأخف، وكل واحد ياخد بقى الواحدة كده ياكلها، وطبعا تحته طبق يعني. عايزين بقى بصوا، أنا بسيب آخر الورقة كده يبقى موجود، مش بلفها للآخر خالص، علشان لما أجي أدورها أعملها حدوي. يبقى في ورق من تحت، علشان لو حطيت مكسرات المكسرات ما تقعش منها. تمام. بس وتعملوا بقى كل واحدة، بس لازم تدهنوها كويس جدا 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 بالسمن او الزيت او السمن بالزيت، علشان خاطر ما تتكسرش منكم. ده اللي بيخليها طرية. وانتوا بتلفوها كده ما تتفتفتش، ما تتقطعش، ما تتفتحش. آه انا بقول النهارده حاجات شبه بعض كتير، مش عارفه ليه، بس ما علينا. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده، بسيب اخر حته وبروح لفاها. طبعا انتوا عرفتوا زي الحدوي. اصل انا النهارده مش لاقيه حاجه اقولها لكم مبرحا، فلازم اخترع لكم كلمه تانية. بس عايزه اقول لكم دي بتستهلك سمن وزيت قليل جدا جدا جدا، غير الصينيه. لو عملتوها صينيه يعني بتاخد كميه سمن كتيره جدا جدا جدا. دي مش بتاخد زي الصينيه خالص، وانضف بجد، انضف واحلى كتير والله. مش بتاخد وقت، انتوا ممكن بس في الاول لغايه اما ايديكوا تتعود عليها كده هتلاقوها سهله جدا معاكم. مش عايزين تلفوها ممكن تكشكشوها وتخلوها طويله، يعني تخلوها بنفس شكل الشاليمو كده، بس تكشكشوا تعملوا فيها منظر. دي برضو بتبقى حلوه، بس طبعا مش هتتحشي حاجه. لكن دي الفكره ان اللي عايز يحط جواها حاجه بيحط، مفيش اي مشكله خالص. تمام. عندكم بقى جوز هند حطوا، عندكم زبيب حطوا، عندكم مكسرات سوداني، لوز، بندق، اللي تحبوه حطوه. انا الولاد عندي مش بيحبوا المكسرات، ف... يعني حطت عملتها لهم ساده، ولادي وولادها. تمام. هنا بقى بعد ما بنخلص خالص لازم ندهنها تاني بسمن، لازم يعني. هنا بقى انا بحط جوز الهند. يعني انا حطيته في ايدي علشان ما يخرجش بره، يعني انا هقدر اتحكم بايدي عن المعلقه. بس حطوا بقى على قد الكميه اللي انتوا عايزين، عايزين كتير حطوا، عايزين قليل حطوا، ترجع لكم يعني. بس كده وخلاص. وهتدخلوه بقى في فرن سخن على 180 تحت بس. لقيتوه مش بيحمر بسرعه، افتحوا الشوايه، هما 3 دقايق بالعدد، يعني ما بياخدش وقت خالص لان هو بيكون استوى اصلا. تمام. تكونوا بقى عاملين وهنا انا على فكره حطيت سكر علشان خاطر يلزق عليه وعلشان الزبيب يتكرمل. هتعملوا بقى الشربات بتاعه علشان يبقى بارد لما يطلع. كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه، وبعد كده تسيبوه على النار يغلي، وتحطوا له نص ليمونه وفانيليا، شويه فانيليا. هنا قبل ما ادخله الفرن زي ما قلت لكم على 180. بصوا بقى دلوقتي اهو طلع من الفرن، ادي الفاضي وادي اللي فيه زبيب. هو مش محروق على فكرة والله يا جماعة، هو السكر مع الشواية خلوا لونه كده. وهنا بقى هحط عليه الشربات واسيبه شوية علشان يطرى بس. وبعد كده بقى
بألف هنا. مش عايزة اقول لكم طعمه بيبقى عامل ازاي، بجد طعمه بيبقى اختراع. على فكرة انتوا ممكن تحطوا اللي انتوا تحبوه، ممكن تعملوا كريمة اللي هي اللبن بالنشا كده وتبقى تقيلة وتحطوها فيه مكان المكسرات. ممكن تعملوا كاستر، اللي تحبوه حطوه. سادة اوكي مفيش اي مشكلة. شوكليت ممكن تحطوا شوكليت على فكرة، سبريد تبقى حلوة قوي. هنا بقى بعد ما اتعمل طبعا ما خدش يعني ربع ساعة وكان الطبق ده فاضي. بألف هنا يعني. بجد لازم تجربوه وتقولوا لي رأيكم في كومنت، وما تنسوش طبعا تقولوا لاصحابكم على القناة علشان يعملوا اشتراك وتكبر بيكم. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك، وتاني مستنية رأيكم في كومنت وتقولوا لاصحابكم. دمتم حلوين. باي باي.